عاوز كل المزارعين والفلاحين تحضر في الفيديو ده. موضوعنا النهارده عن القمح وعن زراعة القمح والخميرة اللي انت تعملها للقمح عشان يبقى معاك بالشكل ده. طبعا انا قلت على الخميرة، لو انت متابعني كان شفت الفيديو من اوله في فيديوهات تانية كثيرة وانا برش في الخميرة وانا بعمل في الخميرة عن زراعة القمح. وطبعا الفرق هيبان معاك من تاني اسبوع على طول، هيبان معاك الفرق بالشكل ده. تمام، ده القمح بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا قبل ما نبدا الشرح واقول لكم على الخميره، انا كده كنت جاي لها عشان ما فيش واحد يطلع يقول لي ما انت جاي لها في الفيديو داكو. طبعا انا داكو اللي انا عملته للمتابعين اللي عندي، وده للي لسه هيتابعني واللي ما فهمش الخميره، واللي ما كانش مصدق الخميره تعمل بالشكل ده. فانا جايب له الفيديو ده. تمام، قبل طبعا ما نبدا الشرح واقول لكم على الخميره، ما تنساش تصلي على النبي، تصلي على النبي، وتبدأ انك تذيع وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الشرح. دلوقتي انا قبل اسبوع عملت الخميرة دي. ايه هي الخميرة يا باشمهندس؟ الخميرة دي انك هتجيب اول هام سبخ نقرات، اللي هو الشكارة بتاعته البيضة، اللي هي ايه؟ الشكارة بتاعته البيضة. وهتبدأ انك تحطها ترش في المية، بس حاسب تخطير اهم اخطر طريقة. لو ما عملتهاش هيخرب الزرع بتاعك خالص. طبعا الطريقة هي ان انت الزرع بتاعك هنا، طبعا الزرع بتاعك كبير، لو رشيت الصبغ كده هتبص تلاقي الصبغ جه هنا ووقف، جه هنا وقعد فوق النباتة. لو قعد هنا فوق النباتة هيحرق لك ايه؟ هيحرق لك النباتة من فوق. فانت بعد ما ترش، واحد لا مؤاخذة في الكلمة وراك بجريدة ويبدأ ايه؟ يخربش ايه؟ النبات كله. طبعا كل ما يخربش كل ما السبق ينزل فين؟ ينزل تحت هنا بالشكل اللي انت شايفه. ينزل السبق هنا، تطلع معاك النتيجة 100%. وهي دي الخميرة. وتحط سبلة سير بعديها باسبوع، بعد ما تحط السبق تحط سبلة سير اللي هي فضلات الفراخ. تمام يا اصدقائي، والله ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهم حاجة انك تصلي على النبي.